السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ لعلكم بخير. في المقطع الأول في الرد على ياسر العديرقاوي بينا كيف يتعامل ياسر العديرقاوي مع كلام الله عز وجل، وأنه يتجرأ عليه ويفسره بهواه وبمزاجه بدون الرجوع إلى أصول التفسير من تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه، وتفسير القرآن بالآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاصروا الوحي. ولمن أراد فليرجع إلى تلك الحلقة يتبين له جليا أن ياسر العديرقاوي يتمثل قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطف ليضل عن سبيل الله. أما في هذا المقطع والمقاطع التي تليه فسنشرع في الرد على ياسر العديرقاوي في مسألة الصلاة التي خبط فيها تخبيطا كثيرا جدا، حيث أن ياسر يرى أن الهيئة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي علمها أصحابه والتي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته ليست ملزمة للمسلمين، وأنه يجوز للمسلم أن يختار الهيئة التي تناسبه، بل ويصرح بإقرار ما ذكره محمد طه والذي أقرت ابنته بأنه لم يكن يصلي الصلاة ذات الحركات، وتعني الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويرى ياسر العديرقاوي أن الصلاة التي ارتبطت كما سماها ارتبطت بالغسل والوضوء ليست هي الصلاة التي نصليها، ويرى ياسر أن الذهاب إلى اجتماع في العمل هو صلاة تحتاج إلى وضوء وغسل، والذهاب إلى عزاء والذهاب إلى تخريج كما صرح بذلك، والذهاب إلى حفل زواج، بل ويرى أن أعلى درجات الصلاة أن تذهب إلى الاجتماع في الشركة، هكذا صرح ياسر العديرقاوي. بل مثل ياسر العديرقاوي لاختيار الهيئة المناسبة للمسلم بمثل قبيح جدا، فهو يقول: كما أن الرجل والمرأة في علاقتهما الحميمية يختاران الهيئة المناسبة التي تبلغهما أعلى درجات اللذة، فإن المسلم من الممكن أن يختار الهيئة التي تناسبه وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقطع الذي سنعرضه يرد ياسر العديرقاوي على من ألزمه بالحركات في الصلاة بالركوع والسجود في استدلاله بصلاة الخوف، أن صلاة الخوف أصلا ليست صلاة، وإنما هي الخطة الحربية يعلمها القائد للجنود، وأن الركوع والسجود ليست حركات ولا هيئات وإنما مفاهيم، وقد يعبر هكذا قال بحركات. وهو هنا يستخدم أسلوب محمد طه، والذي عندما يسأل هل تصلي يراوغ كثيرا هنا وهناك ثم لا تجد منه ردا مناسبا، وفي الحقيقة هو ينكر صلاة ذات الحركات بعد الوصول إلى درجة معينة. أما ياسر العديرقاوي فهو يرى